فاكر لما قلتلك في الجزء الأول إن مشكلتك مش في المعلومة؟ المشكلة دايما إنك مش عارف تطبق المعلومة. ودلوقتي جه وقت الجد، والنهاردة هكشف لك أسرار في الدفاع صدقني مش هتلاقيها في أي مكان تاني. معلومات وأسرار لو عرفتها وطبقتها دفاعك هيتحول 180 درجة، ومش بس هتكون بتعرف تدافع، انت هتكون أسطورة في الدفاع. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ وتعالوا نحكي القصة من أولها. الدفاع مش بس انك تقفل المساحات وتعمل سويتشات سريعة بين اللعيبة، لأن الدفاع الحقيقي فيه أدوات كتيرة جدا، والمفروض تفهم ازاي وامتى تستخدم كل أداة فيهم. وأول حاجة لازم تبقى فاهمها إن الدفاع نوعين: دفاع بالاي اي وده الكمبيوتر هو اللي بيتحكم في اللعيبة، ودفاع مانوال وده اللي انت بتتحكم فيه لما بتجيب إشارة على لاعب. وعلشان تبقى أسطورة في الدفاع لازم تدافع بالطريقتين مع بعض، وده من خلال قاعدة ذهبية لازم تحفظها: سيب اللاعب القريب للاي اي واختار انت اللاعب البعيد. وقبل ما اشرح لك القاعدة وازاي تستخدمها وتطبقها، لازم تعرف ان اللعبة مبرمجة تخلي المدافعين يتمركزوا لوحدهم. يعني اللاعب اللي انت سايبه للكمبيوتر ممكن يقطع الباص او يعمل بلوك للتسديدة بدون ما تدوس على اي حاجة. في المقابل لما بتجيب اشارة على لاعب انت بتعتمد على الدفاع المانيوال وبتلغي مساعدة الاي اي للاعب ده. وعلشان تطبق القاعدة دي وتستخدم الدفاع بالاي اي والدفاع المانيوال بنطبقها بالثلاث طرق: ازاي تضغط، ازاي تختار اللعيبة اللي تدافع بيها، والسكند مان بريس وازاي وامتى تستخدمها. اول حاجة الضغط. لازم تبقى فاهم ان في فيفا مفيش حاجة اسمها انك تروح تضغط من وش اللاعب اللي معاك الكورة، لانك لما بتعمل كده انت فتحت مساحة في ظهر اللاعب اللي انت ضغطت بيه وانت مش واخد بالك. كل اللي مطلوب منك انك تعمله يا اما تضغط من ظهر اللاعب يا اما بتختار اللاعب البعيد عن الكورة مش القريب. المقابل ان اللاعب القريب بتعمل بيه سكند مان بريس، وهشرحها لك بالتفصيل كمان شوية. في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ اول حاجة انت سبت اللاعب القريب للاي اي يتمركز صح ويعمل شغله من غير ما تفتح المساحات بنفسك. في المقابل لما بتتحكم باللاعب البعيد انت هتقدر تقفل مساحات التمرير وتتحكم في المساحات. وكمان لو ضغطت بلاعب من الخلف انت كده هتزنقه بين الاتنين لعيبة، بين اللاعب اللي سايبه للاي اي تعمل بيه سكند مان وبين اللاعب اللي انت جاي بيه من وراه. طيب امتى بقى تجيب الاشارة على اللاعب القريب وتضغط بيه مباشرة؟ وعاوزك يا صديقي تركز في الجملة دي وتحط تحتها مليون خط. دايما ما تجيبش الاشارة على اللاعب القريب الا في حالة واحدة بس: يكون المسافة بين اللاعب بتاعك ولاعب الخصم كام سنتي، يعني بالبلدي كده يا اما لازق فيه يا اما قريب منه، لان طول ما المسافة قريبة منهم هتقدر تقطع الكورة بكل سهولة بأي نوع من انواع التاكل. انما لو المسافة مش قريبة خصمك هيكون عنده فرصة يفكر ويتصرف، سواء يعمل مهارة او سبيد بوست، يعني من الاخر هيعدي من اللاعب اللي بتضغط بيه بكل سهولة. دلوقتي انت عرفت ازاي تضغط، تعالى بقى اقولك على كارثة بتعملها وانت مش واخد بالك وبتلبس بسببها مرتدات كتير وبتخلي دفاعك يفتح شوارع. اول حاجة بنعملها لما بندي كوتشنج لحد دايما بنعلمه ازاي يفتح مساحات لنفسه ويطلع من الضغط حتى لو الخصم عامل ضغط جنوني وبيلعب على عمق 95. واول طريقة للخروج من الضغط هي البساط من اللمسة الاولى، يعني من الاخر ما يستلمش الكورة طول ما هو مضغوط عليه، انما يباصي الكورة من اول لمسة بالL1. فانت بقى يا صديقي الكارثة اللي انت بتعملها بتسرح وبتفضل سايب الاشارة على اللاعب اللي انت ضغطت بيه. اللي بيحصل هنا هتلاقي خصمك عمل مرتدة من نص الملعب. وعشان احللك المشكلة دي هقولك على قاعدتين لازم تحطهم في ذهنك كويس جدا. اول قاعدة: لما خصمك يستلم الكورة بباص ارجوك غير الاشارة في نفس اللحظة وما تسرحش، لان اللي هيحصل هنا الاي اي هيمنع المرتدة من اولها. والقاعدة التانية: وانت بتدافع ما تسيبش الاشارة على لاعب واحد اكتر من 3 ثواني. ما شاء الله في ناس بتدافع انها تجيب اشارة على لاعب واحد في نص الملعب وبتفضل تلف بيه الملعب كله وبتعمل سكند مان ببقية اللعيبة،
وكده فاكرين انهم بيقفلوا مساحات وبيدافعوا صح، بس في الحقيقة هم قلبوا دفاعهم مراجيح. تعالوا بقى ندخل على السكند مان بريس. لازم تبقى فاهم ان السكند مان مش بيتعمل عمال على بطال علشان ما تفتحش مساحات، انما بيتعمل بلاعب يكون ثابت في مركزه، يعني كأنه بيتحرك في دايرة حوالين المركز بتاعه. يعني ما تروحش تجيب لاعب من اخر الدنيا علشان يعمل سكند مان، انت كده بتبوظ تمركز دفاعك كله. وقبل ما تستخدم السكند مان لازم تدخل على الاعدادات وتظهر الاشاره بتاعته علشان تبقى عارف مين اللي الاي اي هيضغط بيه، لانك لو مش ظاهرها انت حرفيا انت بتدافع وانت مغمض. وخلي بالك انت ممنوع تستخدم السكند مان في المرتدات من العمق نهائيا، لانك لو عملتها الاي اي هيختار مدافع وهيطلع يضغط بيه، وساعتها هيبقى فيه فدان مرتدات. كده يا صديقي انت عرفت امتى تدافع مانيوال وامتى تدافع بالاي اي، وازاي انك تستخدم الطريقتين وانت بتدافع. بس تعالى بقى اقولك اكبر غلطة بتعملها في الدفاع، انك بتجيب الاشارة على المدافعين. وركز في اللي هقولهولك لانك مش هتسمعه في اي مكان تاني. بص يا صديقي هقولك على قاعدة حطها في دماغك، المدافعين في اللعبة دول مش بتوعك، دول بتوع الكمبيوتر. اياك ثم اياك ثم اياك تجيب الاشارة على المدافعين الا في 4 حالات بس. ايه الحالة الاولى؟ المدافع لما يكون قريب من المهاجم، في الحالة دي تقدر تجيب الاشارة على المدافع. ايه الحالة التانية؟ لما الخصم يعمل تريجر رن، او لما تلاقي مساحة فاضية ومش هتقدر تغطيها بلاعب وسط الملعب، ساعتها هتجيب الاشارة على المدافع، يا دوب تقرب من اللاعب اللي بيجري او تقرب بيه المسافة وبعدين تسيب الاشارة من عليه. انت مجرد عملت كده علشان لو الكورة راحت للمهاجم تكون قريب منه. ايه الحالة التالتة؟ لما الخصم يكون داخل على 18 وهياخد قرار خطير، والقرار الخطير هنا يعني هيشوط او هيعمل باص، هنا لازم تجيب المدافع بسرعة علشان تقفل الزوايا. بس خلي بالك في فرق بين اللاعب اللي هيعمل مهارة او هيحنكش بالكورة او هيحسحس بيها وده هتضغط بيه من الخلف بلعيبة النص وهتعمل سكند مان بالمدافع، انما لو هيشوط او هيباصي يعني هياخد قرار خطير، ساعتها لازم تجيب المدافع. ايه الحالة الاخيرة اللي تجيب بيها الاشارة على المدافع؟ في حالة المرتدات من على الاطراف، هتختار انت المدافع البعيد تقفل بيه المساحات على المهاجم وهتسيب القريب للاي اي يضغط بيه. اي تصرف تاني غير كده انت المسؤول عن دفاعك. عشان كده دايما بقولك اشارة ما تجيبهاش على المدافع غير ال4 حالات اللي انا قلتهم لك، اي حاجة غير كده انسى المدافعين تماما وسيبهم للاي اي. وحتى لو جبت الاشارة بشكل غلط على المدافع وانت ما تقصدش، غير الاشارة فورا ما تستناش. وحبيت افكرك ان بطولة الدوري اللي انا منظمها بدأت يوم الجمعة اللي فاتت، بطولة معمولة للناس مش معمولة عشان يوتيوبر يعملوا بيها شو. وعشان تبقى فاهم اللعبة مش دايما عند اليوتيوبر، اوقات كتير الابطال الحقيقيين بيبقوا مستخبيين وسط الناس العادية، وعلشان كده عملنا البطولة دي عشان نديهم حقهم وعشان نوريك ان انت كمان تقدر تكون واحد منهم. وخليني اقولك من بكرة هبدأ انزل شورتات لاجمل لقطات دور المجموعات، اهداف، لحظات مجنونة، تحليل الحاجات اللي لازم تتعلم منها، وصدقني اللي جاي ده مش طبيعي. اما بقى المفاجأة الكبيرة هنبدأ نعلن عنها واحدة واحدة، بس نقدر نقول ان اجمالي الجوائز هتكون من 5000 ل 10000 جنيه على شكل كروت BSN وفيفا بوينت وكوينز فيفا 26، وكمان نسخة التيمت اديشن من اللعبة. يعني الجوائز مش بس كتيرة، دي فعلا هتفيدك وهتخليك تبدأ فيفا 26 من اول يوم وانت طاير. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فانا استحق لايك محترم واشترك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات اللي جاية، واستناني في الحلقة اللي جاية هيكون تحليل شامل عن دور المجموعات. والسلام.